بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الزلابيه. اول حاجه هنعمل الشربات بتاع الزلابيه. هنحط كوبايتين سكر عليهم كوبايه ميه وفلقه ليمونه واسيبهم على النار بتاع 10 دقايق. احنا عايزين العسل يبقى تقيل. ده كوبايتين دقيق عليهم معلقه نشا، معلقه ونص خميره، ومعلقه سكر، ورشه فانيليا. وهحط هنا كوبايه ميه. المية حسب الدقيق، في دقيق بياخد مية اكتر ودقيق لا. هعجن بايدي لحد ما تكون عرق وتبقى ماسكه ببعضها جامد كده. ده هتبقى خفيفه شويه، انا زودت لها حبه دقيق. هنا بعمل اختبار للعجينه، بشوفها لما بضغط عليها بايدي اشوفها هتكور هنا ما بين صوابعي ولا لا. لو ما كورتش عاوزه ازود حبه دقيق. لازم تعمل كوره ما تبقاش سايله اهي. ده بقى بسيبها ساعه تخمر. وبعد الساعه لما تخمر بكون حاطه زيت كتير على النار، مش بسخنه قوي يعني ما مش بيبقى مقدوح، سخن مش مقدوح. وبرب العجينة تاني، مش بطلع منها الخمر اوي، بس بربها حاجة بسيطة. ببدأ اكور بايدي، العجينة ثابتة في ايدها بتعمل كور. ببل المعلقة كل مرة بالمية، وابدأ اقطع بالمعلقة واحط في الزيت. بعد كده ما بسيبهاش لما تحمر، بطلعها وهي لسه بيضة زي ما هي، علشان هبردها وانزلها تاني في الزيت. كده هتبقى ناشفة اكتر وقلبها هش، وهي تبقى مقرقشة وحلو. اما اللي بيعوزها طرية شوية بيحمرها من اول مرة وخلاص. كده بعد الزرابية ما خلصتها وبردت خالص، ممكن تحطها في التلاجة. في الوقت ده تفردها على صينية وتحطها لو في الفريزر، وتجمديها وتطلعي منها في اي يوم انت عايزاه وتحمريها. هنا ده العسل كان جامد، يعني عسل كان تقيل مش خفيف. ببدأ احمر ايدي فيها على طول عشان ما تاخدش يد ويد ملون، لان هي ما بتتقلبش، الكور بتاعتها ما بتتقلبش في الزيت. برضو الزيت ما كانش مقدوح. بحط على نار وسط عشان ما تحمرش وتطلع على طول. ولما تحمر بطلعها على طول في العسل، لان لو سبتها بره حبه بتطرى. شو العسل تقيل ازاي. هصفيها هنا بقى بالمصفى من العسل كويس عشان ما يبقاش فيها عسل كتير، عشان لسه هنحط عليها اضافات. حتى كده هي شربت عسل حلو وكان طعمها لذيذ، مكانتش ناقصه عسل. لان لو اخدين بالكم هتلاقي الكور مش بتتقلب، كل ما اقلبها ترجع ترد تاني.
بعد ما بخلص الكمية بطلعها من العسل واحطها في التلاجة، تطلع تلمع ويبقى شكلها حلو. هبدأ بقى اقدمها في اطباق بالطريقة اللي تريحك. انا بقى هجيب طبقتي بقى احط عليها نوتيلا. انا بوريكي شكلها من جوه هاشش وفاضي. دي نوتيلا بيضة ونوتيلا شوكولاتة، وجيلوهات بقى جيلو شوكولاتة وكراميل وجيلو فراولة ومانجا. يعني كان الطبق شكله حلو وكان طعمه خرافة. كده هي خلصت وجاهزة للتقديم. شكلها لوحده بس يفتح النفس. هنا كان مطلوب مني 6 كوبايات وميني تورته. زي ما انتوا شايفين كده احط في قاع الكوبايات الكيكه او الاسبونج. بحط على الكيكه بقى الجيلو او الطعم اللي انتوا عايزينه او على الكريمه. انا بحب احطه على الكيكه، على الاسبونج نفسه. هبدا اعمل روزيتات عشان يديها شكل حلو. احط بقى على وشها جيلوهات شوكولاته او مانجا او نوتيلا. تبدأ تحط الفينش اللي انتوا عايزينه بقى بسكوتات وكريسبات. دي الميني تورته. اتمنى اللي وصل هنا في الفيديو يعمل اشتراك ولايك عشان يرفع لي الفيديو. كل حاجة واضحة في الفيديو يا جماعة، مش محتاج ان انا اتكلم فيه.
ده جيلو شوكولاتة، هحط نصها جيلو شوكولاتة ونصها نوتيلا. هبدأ اعمل ادخلهم على بعض بخلة، اللونين على بعض ادخلهم على بعض.